الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان. السيدات والسادة أعضاء البرلمان، السيدات والسادة الوزراء وسفراء والأصدقاء الأعزاء، أود أن أعبر أمامكم كما أن هذه الزيارة تأتي في تاريخ مهم ينسج بين أمتينا، مجتمعا مهما ومصيرا مهما وحوار يصعد إلى الذاكرة. من غير الممكن أن نذكر كل السفراء، حيث أن هناك الكثير من السفراء في البحر المتوسط منذ النهضة، وكان هناك توقيع لكل الروايات التي كانت رابط منذ عبد الله بن عائشة، وذلك للطلب لملك الشمس وأيضا إدريس العمراوي الذي يذكر إلى الملك محمد الرابع الحكايات في فرنسا، وهؤلاء السفراء بلغتهم حول مسائل التجارة وأمن البحار، فهم كانوا فنانين، وأيضا قاموا بإضفاء نكهة على المغرب وعلى لاكروا وماتيس وكل الرسامين والرحالين الذين كانوا يحكون عن المغرب باحترام وبكل امتنان. اليوم هم في ذاكرتنا المشتركة، وأيضا لديهم هذه الذاكرة، وأصبح حان الوقت لأن يكون لدينا هذه القوة في أمتينا، وأيضا كان لدينا هذه الحماية. المغرب لديها هذه الطموحات، وأيضا لديها هذه الذاكرة الخاصة بالاستعمار العنيف، وأيضا كان لدينا علاقات تجارية ومالية، وكان لدينا أيضا منذ المعاهدة الخاصة بفاس، وكان هناك مصالح بيننا، وأيضا تتعلق بالرجال الذين يسعون إلى فهم واحترام ما بيننا، وأيضا حب هذه الإمبراطورية الألفية. وبالنسبة كان هناك لوي ماسينيون وجاك بيرك، وكان هناك بعد كبير في هذا الخصوص، وأيضا كان هناك الشباب المغربي، والسلطان محمد الخامس أيضا كان يدافع عن هؤلاء الشباب. وفي الحرب العالمية الثانية كان هناك مجلس فرنسا المغرب، وكان هناك فرانسوا مورياك وفرانسوا ميتيران، والذين أيضا كان هناك مبادرات، وذلك حتى لا يكون هناك أي مشكلة تتعلق بما يطمح إليه المغاربة. التاريخ أيضا بذاكرة الشجاعة للصحافة المغربية في ربيع 1954 لطلب السلطان الذي كان منفي في مدغشقر، وهم مهدوا الطريق للمستقبل. هؤلاء الأحرار وكانوا بعد جاك بيرك، وأيضا كانوا في الذاكرة الفرنسية لجان فيدرين، وأيضا كانوا الأوائل والذين يقودون هذا التاريخ. علينا أيضا أن نتحدث عن السلطان محمد الخامس ومنفاه قبل أن يكون هناك منطق مسيطر على الوضع، والإعلان التالي في 6 نوفمبر نعم، المغرب وفرنسا في هذا الوقت قاموا بنشر شعوبهما 10 سنوات من الحرب الإندوسينية، وأيضا الجزائر. هذه الأشهر كان هناك مفاوضون فتحوا الباب للمفاوضات وسمحوا للمغرب وفرنسا أن يقوموا بتجاوز كل الآثار الخاصة بالاستعمار،
وعندما تعود فرنسا نحو 80 عاما من العلاقات مع المغرب، إذن هناك امتنان نشعر به لكل هؤلاء الرجال الذين أتوا إلى المغرب، وذلك لتحرير المقاطعات في فالي دورون، وأيضا في الأماكن التي كان هناك لفرنسا عمل وكان هناك الكثير من التضحيات، حيث كان هناك من يدفع ثمن الدماء لحريتنا، مثل جنرال دوغول ومحمد الخامس والذي كان يجاوره للتحرير، وأيضا أود هنا أن أعبر عن احترامي وعن امتناننا لهؤلاء الأشخاص. حان الوقت للأبطال وأوقات الحرب، وبعد ذلك أصبح هناك قوى السلام. 10 ملايين مغربي قد ساهموا بعد الحرب في إعادة بناء فرنسا وأيضا لتصنيع فرنسا. إن عاصمتنا ومناطقنا ومدننا مونبلييه، مارسيل، تولوز، ستراسبورغ، غرينوبل والكثير من البلدات أيضا تشهد على هذا الأمر من خلال المجتمعات التي بها مجتمعات مغربية تعيش فيها وتشارك في حيوية فرنسا في هذا القرن. كم عدد من أصحاب المصلحة والرياضيين والفنانين، وأيضا لديهم القيم الروحية أيضا، والتي تأتي بها المغرب إلى فرنسا حتى تصبح على ما هي عليها الآن. هنا في المغرب فرنسا ظلت منذ الاستقلال هي الصديق المستمر والمخلص لهذا المجتمع بكل التنوع الذي فيها. ظلت كبيرة في أفريقيا، 50,000 طالب، حيث أن أغلبهم من المغاربة. في الأركان الأربعة لهذه المملكة فرنسا أيضا تستقبل كل من لديهم أو من يبحثون عن مستقبلهم، وأن يتعلموا لغتنا، وأن يتعلموا في فرنسا، وأن يتعاملوا مع فنانين أو يشاركوا في المناقشات. هذا المجتمع الطلابي المغربي هو الأول لدينا في فرنسا، وأود أن أقول أن هناك 5 مليون فرنسي يسافرون إليكم أيضا إلى الآن. وعندما نتحدث عن المغرب وفرنسا ينبغي وأن نرى وأن نقول أن الاثنين ليس أغراب عن بعضهما البعض. أيضا الليالي الأندلسية تجعل أن هناك أو تثبت أن هناك تبادل للثقافة بين بلدينا، ودائما ما كل ذلك يشهد أيضا على الهندسة المعمارية، حيث لا يمكن أن نكون إلا أن نكون في جوهر وفي قلب من يتحدثون عنه. كما أن هناك شغف بالمغرب، ودائما ما كان موجودا في هذه الأراضي الأندلسية التي هي جزء من أوروبا وأفريقيا. في هذه الأرض أيضا نحلم، وهناك المدن والناس، وأيضا نشعر بهذا الرحيق في هذه الأراضي. وبالنسبة لمواطنينا المغرب سوف أرى أنها تلعب دورا مهما، وأيضا هي التي تعد الحلم الأفريقي والملموس، وعلينا أن نرى أيضا أن هناك شغف بالنسبة للفرنسيين المغاربة الذين أيضا يسلطون الضوء على الفن مثل عبد اللطيف وليلى سليماني، والذين أيضا تخرجوا من المسابقات الفرنسية ومن المدارس الفرنسية. كما أن هذه الأرض هي أرض الأدب، والواقع المغربي معقد وثري، ودائما ما به الكثير من الخيال.
وأيضا هناك أسرار تتعلق بالحيوية الإنسانية. مع الملك محمد السادس الذي قرر أن يكتب كتابا معي، وأود أن أشارك معكم تأكيدي أن هذه الروابط سوف تعزز دون توقف. في هذا الخصوص أشكر جلالة الملك على ما قاله هنا في 11 من أكتوبر الماضي فيما يتعلق بفرنسا. من الممالك القديمة في العالم مملكة المغرب لديها ثقة، وهي الثقة في ملكها، الثقة في تاريخه الطويل والطاقة المليئة بالشباب. أنتم أيضا الممثلين للشعب، كان به أيضا هذه القوة والرغبة لملكه، وبكم التسامح، وفي جوهر هويتكم وفي دستوركم هذا أيضا إسلام التسامح الذي يروج له من قبل جلالة الملك يشكل تحديا لكل شكل من أشكال التطرف. فهذا ثراء في المغرب يستحق الاحترام، وذلك في عالم تمزقه الحروب وعدم التسامح. هذه قيم تشاركها فرنسا بشكل قوي، والتي تعد دعامة للاتحاد الأوروبي، وهي لاعب رئيسي في العالم، وأيضا بها الابتكارات التكنولوجية والفنية والأدبية، وذلك بكل ما يفعلونه ويجعلهم يعيشون. 25 عاما قد مروا منذ أن أصبح جلالة الملك هو مالك أو هو الذي يحكم المغرب، وأيضا هو وجه من الحداثة والصناعية والتكنولوجيا. أمامنا بالنسبة للربع القادم أمامها الكثير من التحديات، وهناك تعزيز لهذه الروابط الصديقة، وأرى أن هذه مناسبة وهناك ضرورة لكتابة هذا الكتاب الجديد لمواجهة التحديات الخاصة بهذا القرن. هذه فرصة تاريخية، وأقول أيضا أن هذا واجب استراتيجي أن نبني بين بلدينا وأيضا مع الاتحاد الأوروبي والمغرب وأفريقيا مشروعا يقدم لشعوبنا ولاقتصاداتنا إمكانية أن يكون هناك ازدهار وأمن، حتى يكون هناك أفق جديد. كثير من الأمور حدثت في الأعوام والقرون الماضية، وسوف أذكر بعض هذه المبادرات، ولكن مجبر أن نتبع هذا العهد حتى يكون لدينا الثمار الأولى فيما يتعلق بالمشكلات التي تتعلق بالبحر المتوسط وما يحدث في ليبيا والتبعات الخاصة بالمغرب. لذلك حان الوقت لأن يكون هناك مسؤولية وأن يكون هناك أمل جديد. المغرب وفرنسا دائما كان لديهما عهد، وذلك لأن يكون هناك هذا إعلان للشراكة الاستثنائية الوطيدة بين بلدينا. ول25 عام هذا الكتاب الجديد سيكون معتمدا على الماضي، ولكن يتوجه إلى المستقبل. بالطبع ينبغي وأن تكون هذه مساحة حتى يقبل كل شريك ضمان بكل احترام وواجب. أنا أفكر في أن يكون هناك هجرة شرعية. هذه مسألة تتعلق بالثقة المتبادلة، وأيضا تشكل للكثير من الفرنسيين اهتماما. ينبغي
نحتاج إلى النتائج أيضا، وأفكر في شراكتنا فيما يتعلق بالأمن ومواجهة كل عمليات الإتجار بكل طبيعتها. المواجهة أمام التطرف والإرهاب هذا ينبغي وأن يوحدنا. مواجهة الجريمة المنظمة والإتجار أيضا الذي يواجه أراضينا، والتعاون القضائي أيضا، وينبغي وأن يكون الأمر سريع. نعم، معا مسؤوليتنا بأن نبني مساحة للأمن وللأمان. أيضا هذه هي الإجراءات التي تجعل هذه الشراكة الاستثنائية مهمة للعمل لأشهر ولسنوات حتى يكون لدينا إطار واضح وطموح مبني على الاحترام، وأيضا لانتقال النساء والرجال بين عاصمتين حتى يكون هناك تلبية للاهتمامات والمشروعات الأدبية والثقافية. هذه مناسبة وفرصة لتقديم العون في هذا المجال، وعلينا أن نتخيل أيضا أنه ينبغي وأن نقدم طموحات للأمور الإنسانية التي تتجاوزنا، وحتى يكون لدينا مستقبل في وضع أكثر إيجابية. هذا ليس المستقبل لفرنسا، لأن فرنسا لم تكن أكبر إلا إذا كانت تحلم وتتخيل، وهذه الرؤية أنا أعلم أن المغرب تشاركها مع بلادي. فرنسا أيضا كانت دائما إلى جانب المغرب، وذلك لدعمها في الناحية الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بالتعليم والتعليم العالي. كان قد بدأت في المغرب، والآن حان الدور لفرنسا أن تكون المستثمر الخارجي حتى يكون هناك المزيد من النمو. في المغرب هي الشريك الأول وفي العالم، وفي الاستراتيجية التي تتماشى مع النموذج الجديد للتنمية. أنا أشعر أن هناك مشروعات عظيمة تثقون في فرنسا بشأنها، مثل أيضا هذا القطار السريع الذي وثقتم في فرنسا لبنائه. وأفكر أيضا في القطاعات الثقافية والطموحات المشتركة التي لدينا، وأيضا فيما يتعلق بتوظيف شبابنا. وأيضا أود أن أتحدث عن هذه المتبادلات فيما يتعلق بقطاع الفيديو، وأن يكون هناك مشاركة لأن يكون هناك برنامج تدريبي حرفي في هذا المجال، وذلك لألعاب الفيديو، حيث أنه يمكن أن نبدأ به من المغرب. يمكن أن أذكر كل القطاعات: البنى التحتية والطاقة، كل القطاعات التي تجعل هناك مدنا مستدامة والتي تتعلق بمعالجة المياه والصرف الصحي، كل ذلك موجود. هل مجتمعاتنا وشبابنا سوف يستفيدون من ذلك؟ اسمحوا لي ببساطة أن أقول هذه الملاحظة: هذا مجال نصر فيه عن أن نتحدث عنه ولا نتحدث عنه، وهو كرة القدم. لأن هذا الشغف نتشارك فيه. ماتش فرنسا المغرب كان به لحظات استثنائية، وعلى الرغم من كل شيء فإن لاعبيكم يجعلوا أبطالنا يحلمون. وبالنسبة لفريقينا فهذا يجعل هناك تصالح بين فريقينا في سان-لامبيد وسان جيرمان. واستقبال كأس العالم في المغرب كان نجاح، وأيضا لدينا شغف أيضا في المشاركة فيه، وهذا يمنحنا الكثير من المشاعر. نعم، هذه المجالات ومجالات أخرى لدينا طموحات واضحة حيال هذه الأمور، أن نطور معا هذه الشراكة الاستراتيجية المشتركة، وأن يكون لدينا الكثير من المشاركات الفنية والأكاديمية والاستراتيجية، وأيضا
مثل الأمس. لدي هذه القناعة بأنه يمكن أن نعزز شراكتنا في مجالات أساسية والتي يمكن أن تتجاوز البحر المتوسط في المستقبل. حان الوقت. لدينا الآن تحديات تواجه بلدينا. كما تعلمون مثلي أنه لن يكون هناك مستقبل لأولادنا إن لم نتمكن من النجاح في مجال الطاقة وأن نواجه الاحترار العالمي. في باريس في عام 2015 ومراكش في العام الذي تلاه وفي الكوب لعبنا دورا مهما فيما يتعلق بالساحة الدولية، وهذا نفس الانخراط الذي ينبغي علي أن أيضا أقوم بأن أقول أن هناك كثير من الأعمال التي جرت في مجال المياه، وأيضا كان هناك الكثير من التحديات فيما يتعلق بالابتكار وأيضا فيما يتعلق بمجاري المياه، وأيضا نحن نفخر بأن نكون شركائكم في هذا المجال، وأيضا في سياسة معالجة المياه لمواجهة تحديات الزراعة حيث أن المدن أصبحت أكثر حجما، وذلك لاستقبال مزيد من السكان ومزيد من الشباب. فالولوج إلى المياه الصالحة للشرب أصبح أمرا لا يمكن الاستغناء عنه. المغرب في هذا المجال في مقدمة البلدان عالميا، كان لديها هذا النجاح في مجاري المياه، ويمكن أن نرافقكم في هذا الطريق حتى يكون لديكم سيادة على هذا المجال. في مجال الطاقة المغرب لديها الكثير من المصادر الفريدة، وأيضا لديها طاقة كهرباء وهي ثرية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فإن لديكم في بلادكم مصادر تسمح لكم بأن تكونوا لاعبين في مجال الطاقة المتجددة والتي تتطلب الهيدروجين الأخضر. لدي هذه القناعة بأنكم لن تنجحوا فقط في إزالة الكربون من الاستخدام المحلي والصناعي، ولكن أن تكملوا وتوفروا أيضا بشكل مستقر وأن تزودوا أوروبا بالطاقة. أقول لكم أن مستقبل البحر المتوسط سيكتب أيضا بهذه المجالات الخاصة بالهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية التي سوف تربط بين بلدينا، وهذه الطرق التي تبنونها سوف تجعل هناك نموا بطريقة أو بأخرى في هذا البحر المتوسط. ونتحدث عن تنافسياتنا. فمنذ بداية القرن كان هناك الكثير من المشاركات والتي أدت إلى تحسين اقتصاداتنا، وأيضا كانت من خلال الكثير من عمليات التصنيع ومشاركة المغرب، حيث أصبحت منصة فعالة، وذلك للصناعات الفرنسية والأوروبية. وفي هذا العالم الذي نعيش فيه والأزمة الصحية التي نعيش فيها، فأيضا كان هناك أيضا فاعلين عالميين في مجالات غير حكومية قد عملوا وجعلوا هناك تكامل في هذه السلاسل ولتنافسياتنا. وكان هناك أيضا بالنسبة لفرنسا وبالنسبة لأوروبا كان هناك تفكير بشكل مستدام في تكامل سلاسل القيمة بين أوروبا وأفريقيا. هذا هو الأساس لمواجهة السياسات العنيفة والمشكلات الجيوسياسية، وأيضا السياسات الخاصة بالرسوم الجمركية الجديدة وتشرذم التجارة العالمية، والتي أصبحت أمرا قد أصبح واقعا. هذه الأساسيات ينبغي أن تكون واضحة ومنطقية وممستدامة وعادلة. بالنسبة للشركات الفرنسية أصبح لديها عمل مع المغرب، وذلك للعمل. Ces secteurs stratégiques seront au cœur des rencontres entrepreneuriales Maroc-France
وأود أيضا أن أذكر بهذا أن هناك عديد من المشروعات التي أطلقناها سويا، وكان هناك توقيع لاتفاقيات جديدة ونوقعها منذ أمس. وأيضا فيما يتعلق بالبحر المتوسط نحن نؤمن بأن رأس المال البشري سوف يكون الأمر الرئيسي لمواجهة كل هذه التحديات. لذلك أصبح هناك مسائل تتعلق بالتعليم والتدريب المهني والتعليم العالي هي التي في مقدمة السياسات الخاصة بلدينا. المغرب وفرنسا موجودين في فرنكوفونية طموحة والتي تشكل فرصة إضافية لشبابنا في هذا المجال التنموي، وحيث أن هناك أكثر من 620 مليون و500 مليون شخص في عام 2050، ولكن نواجه تحدي كبير أمام اللاعبين العالميين الذين يضعون أيديهم على التكنولوجيا الحديثة والذين لديهم أسواق كبيرة ولم يقدموا أي هدايا لأوروبا أو أفريقيا ولا فرنسا ولا المغرب. ولذلك نرغب في مواجهة كل هذه التحديات التي ذكرتها، التنافسية وأيضا التحديات الخاصة بالطاقة والبحث والذكاء الاصطناعي. كل هذه المجالات ينبغي وأن نواجهها، ينبغي وأن نستثمر بشكل كبير في التعليم والتدريب وأن ننمي أنظمتنا التربوية والتبادل التعليمي. لقد قررنا في هذه الزيارة أن نتجاوز هذه الأمر وأن يكون لدينا أيضا مشاركة أكاديمية في مجال الصحة ومجال الرقمنة وفي مجال الزراعة. هذا أمر لا يمكن الاستغناء عنه فيما يتعلق بالأمن الغذائي لبلدينا، وسنستمر في ذلك. ينبغي وأن ندرب المهارات والمواهب وأن نجعلهم يسافرون ألا نقوم بوضعهم في بلادهم. هذا تحدي كبير، لذلك هذه الشراكة المستقبلية ينبغي وأن تكون محترمة من قبلنا وأن تؤهل شبابنا، وأيضا ينبغي وأن يكون هناك أيضا تنقل للأشخاص لنستفيد معا في مجال البحث والتعليم، وهذا سيجلب فرص إلى هذه المواهب. المبادرات أيضا قد اتخذت هذه الأشهر الماضية، وأيضا فيما يتعلق بالتعليم العالي في فرنسا، حيث يكون هناك حصول على تأشيرات للتنقل وأن يكون هناك استهداف لهذا الأمر، وأيضا ينبغي وأن يكون هناك تجربة مبدئية في هذا المجال حتى يكون هناك مشروعات مشتركة بيننا. التاريخ واللغة والأساسيات التي كانت موجودة بيننا منذ قرون هي التي تجعل هناك نجاح لأمر فريد، وأيضا أن يكون هناك أمل للأجيال القادمة. إن لم نكن على هذه الأرض المشتركة لن نتمكن من أن يكون لدينا هذا الطموح المشترك لشبابنا. نحن ينبغي وأن نكون لاعبين في الاقتصاد العالمي وأن نقدم مصادرنا وأن نقدم شراكتنا وأن نمنح أيضا جوانب لم نتجاوزها من قبل. ما أطالب به في كل المجالات التي ذكرتها أن هذا الكتاب التالي في علاقتنا، كما أخذ الكلمة جلالة الملك، أنه لا ينبغي وأن نتحدث عن الأمور التقليدية، وذلك لأن نقدم المزيد من الطموحات. ولذلك أنا أعتقد أنه هذا الكتاب الجديد سوف يقدم لنا الفرصة لكتابة صفحة جديدة للمستقبل والتنمية وللقارة الأفريقية. نعم، طوال القرون الماضية فرنسا والمغرب كان أصدقاء في الأوقات الصعبة، وكان هناك الكثير من المسائل الوجودية التي واجهوها. وأفكر أيضا في المقام الأول في الصحارى الغربية،
حيث أنني أقول أنه فيما أتحدث إلى جلالة الملك محمد السادس وأود أن أتحدث أيضا أمامكم بالنسبة لفرنسا. الحاضر والمستقبل لهذه الأراضي في السيادة المغربية. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. الذي ينبغي معالجة هذه المسألة، وأيضا هذا هو الأساس للوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام فيما يتعلق بالأمن. نعم، نخلق في هذا التاريخ وقائع للمستقبل. هذا الموقف هو موقف الذي تدعمه فرنسا في الساحات الدولية. وأود أن أقول أن هذا الموقف ليس لشخص واحد، فتسمح لفتح صفحة جديدة لكل من يرغب في العمل في إطار تعاون إقليمي في البحر المتوسط مع دول مجاورة للمغرب ومع الاتحاد الأوروبي. وأود أن أقول ذلك بقوة، فأن مؤسساتنا وشركاتنا سوف ترافق تنمية هذه الأراضي من خلال الاستثمارات. مبادرات مستدامة لمصلحة المجتمعات المحلية. Entre le Maroc et la France, c'est une histoire qui nous appartient. فلدينا تاريخ ينتمي إلينا، ولكن هذا التاريخ ينفتح على أوروبا وعلى أفريقيا، وأعلم أن هذه رؤية يشاركها جلالة الملك محمد السادس، مقتنع بأن يمكن أن نصل إلى طرق جديدة ليس فقط بالهروب من المنفى. وأود أن أتحدث أمام الوحدة الإفريقية أنه ينبغي وأن تكون أفريقيا هي بلدي وبيتي. ولذلك هذه الشراكة الأوروبية الأفريقية ينبغي وأن تعزز، وأنا أثق فيها بشكل عميق. كل يرى أنها ستكون جزءا من مستقبلنا مع أفريقيا، لأن الآن نتشارك في مرحلة جديدة من علاقتنا مع الشعوب والدول ومع المغرب من جغرافيتها وثقافتها ورؤيتها ورؤية حكامها، وأن تكون منصة وأن تكون طريقا، واستقرارها وانفتاحها وتنميتها غير مساوي، وهذا نقر قيمته. وبالتالي ينبغي أن يكون لدينا مبادرات مشتركة، ولذلك أنا أثق بقوة وبعمق نحن معا يمكن أن نعمل معا، ويمكن أن يلهمني بلادكم والصحراء والساحل. نعم، لدينا في هذه المنطقة، نحن في حاجة في هذه المنطقة لاستقرار محترم من الشعوب، وأن يكون هناك مشروع تنمية للشباب سيسمح ليس فقط بالاستقرار ولكن لإنهاء كثير من المعاناة، بدءا من ليبيا، حيث كان هناك معاناة في القارة الأفريقية وفي القارة الأوروبية. هذه الاستراتيجية يمكن أن نعمل معا في هذه المنطقة، وفرنسا تسعى إلى بناء استراتيجية للشراكة
لقد طبعا عانت من الإدامة بكل الكلمات، لأنه خلال قرن حاولت أن تتجنب أن يكون هناك مشكلة في مواجهة الإرهاب. ونحن نتحدث أمامكم لدي ذاكرة مؤلمة بالنسبة للأطفال الذين تم التضحية بهم من بلدينا. إذن كان هذا جانب من كلمة رئيس إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي في هذه الزيارة التي وصفت بالمهمة. من أهم ما تحدث عنها التنسيق والتاريخ المشترك، وقال أهمية المغرب في الأمن في إفريقيا، وقال ملف الصحراء يجب أن يعالج في إطار سيادة المغرب، وهذا تعزيز لاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. معي من الرباط مراسلنا عزيز فتحي. عزيز، كيف ممكن تلخيص كلمة الرئيس ماكرون، الظروف المحيطة في هذه الزيارة أيضا وأهميتها، خصوصا أن هناك أيضا غير التنسيق المشترك بين البلدين، لكن هناك أيضا بحث للأمن في إفريقيا وأيضا التطورات الإقليمية المختلفة؟ بالفعل ماجد، لعلنا نبدأ بالملاحظات الشكلية فيما يتعلق بهذا الخطاب الرئاسي لإيمانويل ماكرون أمام مجلسي البرلمان. خطاب طويل يقارب الساعة من الزمن. هو في هذه الأثناء يواصل حديثه في إطار هذا الخطاب، يمكن وصفه بخطاب الذاكرة، خطاب التنمية، وخطاب إعادة التأكيد على الموقف الفرنسي القوي والجديد بالنسبة للمغرب، وهو تأكيده على أن فرنسا لا ترى حاضر ولا مستقبل الصحراء إلا في إطار السيادة المغربية، وأن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، وليس فقط هو حل جدي وذي مصداقية كما كانت تقول بذلك فرنسا في السابق. أكثر من ذلك، ماكرون من خلال هذا الخطاب أعاد التأكيد بأن فرنسا ستواكب المغرب من خلال شركاتها ومن خلال الاستثمار الشركات الفرنسية داخل الأقاليم الجنوبية لمواكبة التنمية التي تعرفها هذه الأقاليم، سواء تعلق الأمر بالمطارات أم بالموانئ أم بطرق السيارة أم بعدد من القطاعات الاستثمارية في الأقاليم الجنوبية. هذا خطاب الذاكرة ماجد أعاد التأكيد فيه إيمانويل ماكرون على أن الروابط التاريخية بين المغرب وفرنسا هي ضاربة في التاريخ. أعاد التذكير بالرسائل التي كانت يتم تبادلها بين ملوك المغرب وفرنسا قبل الثورة، وبأن فرنسا حاضرة في المغرب من خلال المعمار، من خلال الفنون، ومن خلال عدد من المظاهر. كما للتوازن قال بأن المغرب حاضر في الذاكرة الأوروبية من خلال حضوره التاريخي في الأندلس.